السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله الجميع. أنا أتمنى أن تصل هذه الرسالة إلى الأخوة في قيادة الانتقالي بشأن المساجين المظلومين من أبناء الشمال. هناك مساجين مظلومين في كل مكان، ما أقولش إنه ما فيش مظلومين في صنعاء، إلا في كل مكان أعتقد إنه في مساجين مظلومين، ولكن الواحد يتراجع. مش عيب إنك تعتقل واحد مشتبه به أو حصل شيء بسيط معاه أو كذا أو كذا، إنك تفرج عنه، لأنه ظلم. يعني ظلم الإنسان هذا أخص ظلم في الحياة. السجين حمير صالح القحيف سافر قبل سنة إلى عدن يقطع جواز، أخذوه من الساحل الذهبي، المهم قالوا حوثي، وفترة دخلوه مدري أين، وبعدها سيروه بئر أحمد الآن. والذي يراجع عليه قالوا هذا انتبه مدري إيش خطير. دائما في السجون في كل مكان، لا في واحد يراجع ولا في جهة تراجع يقولوا هذا خطير انتبهوا ذا عليه. إيش عليه؟ حمير صالح القحيف، الرجال تعب نفسيا وعنده التضخم في القلب، راح يقطع جواز. طبعا كل التقارير موجودة. شو التقارير؟ أنا أديها تقارير موجودة عنده من 2016 2017 2020 ويمكن من قبل. يعني في تقارير كثير جدا واضحة إنه الرجال تعب نفسيا يعني، وعنده التضخم في القلب أكثر من سنة، وسط الحر، يعني حر في عدن، ومسكين تعب نفسيا. يعني تتخيل إيش الموقف يا جماعة. إحنا نطالبكم يعني أن تفرجوا عن هؤلاء المساجين المظلومين. اعملوا لجنة باحث، اعملوا أقل حاجة قدموا إلى المحاكمة، قدموا للمحاكمة إذا عليه شيء قدموا للمحاكمة. يا أخي خليه يروح يعيد بين أهله. سنة على إيش؟ الرجال نزل يقطع جواز، بعدين ما في تواصل مع أهله، وما فيش يعني إنهم يطمنهم ولا على إيش. إيش قدر ارتكب من جريمة؟ قبل سنة ما مسكتوا شيء في جبهة يقاتل، ولا مسكتوا يعمل حاجة، مسكته في الساحل. إيش عليه يعني؟ أنا أتمنى أن تصل هذه الرسالة إلى الأخوة في قيادة الانتقالي، وأتمنى يعني أنهم يراجعوا أمرهم، يراجعوا. طبيعي يعني ما حد بيغلط ويستمر في الغلط، الإنسان إنسان، ولكن الرحمة، الرحمة. لأنه المظلوم، دعاء المظلوم هي الذي بتسقط الدول والحكومات، واللي هو المظلوم. شوف، ما أبش أعظم من سوريا، واللي كانوا يجمتوا بالمعارضين يسجنوهم، ما حد كان يقول، ما حد أي يوصل لهم، ولكن دعاء المظلومين، دعاء المساجين المظلومين. لا تستهينوا بهذا الشيء، إياكم لا تستهينوا بهذا الشيء. دعوة المظلوم لا ترد. أتمنى أن تصل الرسالة.